السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، إلا كنتي كتقرا في الثانية بكالوريا أو خديتي الباك ديالك العام اللي فات، الآباء الأمهات جميع من يسأل عن التكوينات في المدارس العسكرية والشبه العسكرية لما بعد البكالوريا جميع المسالك، في هذا الفيديو أو في هذا العرض غادي نحاول نعطيك المختصر المفيد على المعلومات الأولية اللي ضروري خصك تكون عارفها على هذه المدارس والمباريات ديالها اللي غادي تبدا تظهر قريبا إن شاء الله. بقاو معايا، غادي نمشيو نكتشفوا هذه المدارس ونكتشفوا الشروط الأولية اللي خصها تكون متوفرة فيها باش نبدا نستعد لهذه المباريات إن شاء الله. بالنسبة للمدارس العسكرية والشبه العسكرية، كاينين اللي كيقبلوا بالاجازه، وكاينين اللي كيقبلوا بالباك، وكاينين اللي كيقبلوا بالمستوى ديال البكالوريا، وكاينين اللي كيقبلوا باقل، وكاينين كذلك اللي كيقبلوا بالدبلومات ديال التكوين المهني. اذا هذا الفيديو ولا هذا العرض حنا غادي نخصو فقط المدارس والمعاهد اللي كيقبلوا بالشهاده ديال البكالوريا جميع الشعب. من بين هذه المدارس المدرسه الملكيه لمصالح الصحه العسكريه، مراكز تكوين ضباط الصف للقوات المسلحه الملكيه، مركز تكوين القوات المساعده، المدرسه الملكيه الجويه، الاكاديميه الملكيه العسكريه اللي فيها ضباط المهندسين وفيها سلك الاجازه وفيها سلك ضباط الصف، وكاين المدرسة الملكية البحرية نفس الشيء، فيها سلك الإجازة وفيها سلك المهندسين وفيها ضباط الصف، وكاين المدرسة الملكية للدرك، كاين المعهد الملكي للشرطة، كاين المدرسة الوطنية للوقاية المدنية، كاين إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ثم المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج. أول مدرسة غادي نهضروا عليها هي المدرسة الملكية لمصالح الصحة العسكرية اللي كيتقبلوا فيها فقط اللي عندهم باك علوم رياضية أو علوم تجريبية. هذه المدرسة اللي كتكون التلاميذ الضباط الأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان والبياطرة، وكتدربهم تدريب عسكري 6 سنين ديال التكوين من مورا البكالوريا، وكيشرطوا عليك تكون عندك ميزة مستحسن باش تدوز في الانتقاء، وتكون الباك ديالك جديدة، وتكون ما معاودش الثانية بكالوريا، متر 65 بالنسبة للذكور، متر 60 بالنسبة للإناث، وتكون ملقح ضد كوفيد. هاد المدرسة اللي مرة كيكونوا فيها ممرضين عسكريين بكالوريا علمية ذكور وإناث. شعبة البيطرة حتى هي ما كتكونش سنويا، وباش ترشح لهاد المباريات ملي كيخرجوا في التاريخ ديالهم راه كتمشي للموقع ديال www.recrutement.far.ma. آخر أجل بالنسبة للسنة الماضية كان هو 21 ماي 2022، يعني راه قريب. المدرسة الثانية اللي غادي نهضروا عليها هي الأكاديمية الملكية العسكرية. هذه المدرسة أو هذه الأكاديمية اللي كتكلف بتكوين ضباط في القوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة والدرك الملكي. التكوين فيها 4 سنين من مورا الباك، مقسمة إلى مراحل. إلا كملتي كاع دوك المراحل بنجاح فكتعين في سوليوتنو أو في رتبة ملازم ثاني في القوات المسلحة الملكية أو بالقوات المساعدة. كاينين 3 ديال التخصصات، كاين العلوم والتقنيات سيونس تكنيك اللي كتفتح فقط في وجه الشعاب العلمية، وكاين العلوم القانونية اللي مفتوحة لجميع شعاب البكالوريا، وكاين الأدب الإنجليزي اللي مفتوح حتى هو لجميع شعاب البكالوريا. الأكاديمية الملكية العسكرية حتى هي كتشرط ميزة مستحسن على الأقل في الباك ديالك باش تدوز في الانتقاء، وما تكونش فايت 22 سنة على الأكثر عند 31 دو جانبير من سنة الترشيح. تكون فيك متر 70 على الأقل بالنسبة للذكور ومتر 60 بالنسبة للإناث، والتلقيح راه ديما كاين. آخر أجل في السنة الماضية كان هو 21 ماي 2022. وكاين مراكز أخرين كيتسموا مراكز تكوين ضباط الصف للقوات المسلحة الملكية. هاد المراكز اللي كاينين من طبيعة الحال في عدة مدن، وكيكون التكوين فيهم 3 سنين من مورا البكالوريا، وكيشرطوا عليك ما تكونش فايت 23 سنة عند تاريخ المباراة، وكيقبلوا الباك القديمة كيقبلوا جوج الاخرين، وكيشرطوا متر 70 بالنسبة للذكور ومتر 60 بالنسبة للإناث، وكينتقيو على حسب المعدل العام ديال البكالوريا. ما كيشرطوش الميزة ديال المستحسن، ولكن فيها 3 ديال التخصصات حسب الأولوية، وكيتم التوزيع ديال التخصصات على حسب الاعتماد المواصفات وعدد المناصب. المهم هما راه عارفين شنو خاصهم، انت كتختار 3 ديال التخصصات من بين التخصصات اللي كاينه. هاد التخصصات هادو راه كاين بزاف ديال المراكز، كاين المظليين، المشاة، المدرعات، الهندسه العسكريه، الخياله، العتاد، الصحه العسكريه الى اخره.
وكل تخصص كاين في مدينه، كاين اللي في المعموره، كاين اللي في بنكري، كاين اللي في مكناس، كاين اللي كيتقبلوا فيه غير الذكور، كاين اللي كيتقبلوا فيه الذكور والاناث، وكاين واحد التخصص مثلا بحال مركز التكوين في الخدمات الاجتماعيه ديال تماره، هذا راه كيقبلوا فقط غير الاناث. راه نهضروا دابا على مركز تكوين اطر القوات المساعده اللي كاين في بن سليمان، هادو كيتكونوا فيه ضباط الصف الذكور فقط، وكيقبلوا جميع انواع البكالوريا للسنتين الاخيرتين. ما تكونش فايت 24 سنة عند تاريخ المباراة، وتكون فيك على الأقل 170 متر. والملفات هنا راه كيصيفطوهم عبر البريد. آخر أجل السنة اللي فات راه كان هو 16 يونيو 2022، يعني راه قريب. بالنسبة للمدرسة الملكية الجوية إيغا اللي كاينة في مراكش، فيها 3 ديال الأسلاك. السلك الأول ديال الضباط المهندسين، هذا اللي كتكون فيه 5 سنين مورا البكالوريا. عامين الاولى ديال الاقسام التحضيريه لي كلاس بريبا كديرهم عندهم، وكتكمل واحد 3 سنين اخرى كتسمى دبلوم ضابط مهندس في احد التخصصين: تخصص مهندس في القياده اوفيسي انجينيور اون بيلوتاج، وكاين ضابط مهندس في انظمه الطيران اللي كيتسمى اوفيسي انجينيور اون سيستيم ايرونوتيك. بالنسبه لهاد سلك الضباط المهندسين راه خص تكون عندك بكالوريا علوم رياضيه، وتكون موجه نحو الاقسام التحضيريه ام بي اس اي. ما تكونش نازل على مترو 65 بالنسبه للذكور ومترو 60 بالنسبه للاناث. تلقيح ضد كوفيد خص تكون دايرهم 3. وحتى العمر ما تكونش فايت 20 عام في نهايه دجنبير من سنه الترشيح. اخر اجال كان السنه الماضيه 21 ماي 2022. التخصص الثاني اللي كاين في المدرسه الجويه إيغا هو سلك الاجازه شعبة الطيران، اللي كيتقبلوا فيها اصحاب بكالوريا علوم رياضيه وعلوم فيزيائيه. كدير عندهم 4 سنين مورا الباك، 3 سنين كدير فيها اجازه مهنيه ديال مراقب جوي ولا ديال الربابنه، وكتزيد واحد العام رابع ديال التدريب العسكري. الشروط ديالهم مترو 65 بالنسبة للذكور، مترو 60 بالنسبة للإناث، وما تكونش فايت 20 عام في نهاية دجنبير من سنة الترشيح، وتكون ملقح ضد كوفيد، ومستحسن على الأقل في الدورة العادية من امتحان البكالوريا. آخر أجل ديال هذه المباراة السنة الماضية كان هو 21 ماي 2022. التخصص الثالث اللي كاين في المدرسة الملكية الجوية هو ديال ضباط الصف، اللي كيقبلوا فيها بكالوريا علمية أو تقنية للسنة الجارية والماضية، الجنس على حسب التخصص. المهم الانتقاء راه كيديروا على حسب المعدل العام للبكالوريا، كدوز فيها 3 سنين ديال ستاج. السنه الاولى كتكون ديال التكوين العسكري، وعامين الاخرى كتكون ديال التخصص، اما في بيرسونيل تكنيسيان سبيسياليزي نون نافيغون ولا في فيزيي كوموندي دو لير. العمر ما خصكش تكون فايت 23 سنه في تاريخ المباراه. القامه راه متر 70 على الاقل بالنسبه للذكور، متر 60 بالنسبه للاناث. غير بالنسبه للفيزيي دو لير راه كيقبلوا فيه غير الذكور. اما بالنسبه للبيرسونيل تكنيسيان سبيسياليزي نون نافيغون على حسب التخصصات اللي مخرجين في المباراه. المهم اخر اجل بالنسبه لاخر كونكور كان ديال فيزيو كوموندي دو ليغ، راه كاين في 22 ماي 2022. بالنسبه لهاد التخصصات هذا ديال بيرسونيل تكنيسيان سبيسياليزي نون، بعض التخصصات اللي كانوا خارجين في المباريات السابقه كانوا مخرجين مراقب جوي مفتوح فقط في وجه الذكور، وتكون عنده بكالوريا علميه او تقنيه. وكاين تخصص ديال مدرس لغه انجليزيه ذكور واناث، متر 70 بالنسبه للذكور ومتر 65 بالنسبه للاناث، جميع انواع البكالوريا. وواحد تخصص اخر ديال طباخ، وهذا كيكون مفتوح في وجه الذكور فقط، جميع انواع البكالوريا. ايوا قبيله قلنا كاينين غير 3 ديال الاسلاك ديال التكوين في المدرسه الملكيه الجويه إيرا، ولكن راه كاينين تكوينات اخرين. غير التكوينات كما كيهمو كما قلنا قبيله ان تكون عندك الباك ويكون عندك دبلوم ديال تقني متخصص. اما بالنسبه للمدرسه الملكيه البحريه اللي كتكون لنا الضباط المهندسين وضباط الصف مؤهلين للعمل في صفوف القوات الملكيه البحريه، فحتى هي فيها 3 ديال الاسلاك: سلك الضباط المهندسين، سلك الاجازه، وسلك ضباط الصف. بالنسبه لسلك الضباط المهندسين كيطلبوا فيها بكالوريا علوم رياضيه للسنه الجاريه، والتكوين كتكون 5 سنين عندهم. عامين الاولى كدير فيها لي كلاس بريبا الاقسام التحضيريه، و3 سنين الاخرى كتاخذ دبلوم ديال مهندس دولة من رتبة ضابط في إحدى التخصصات التالية: إما في التيليكومينيكاسيون ولا الانفورماتيك ولا الإلكتريسيتي سيستيم إنرجيتيك إلكتريك ولا سيستيم دارم ولا ماشين تيرميك سيستيم إنرجيتيك تيرميك ولا سيستيم رادار إي ديتيكسيون.
باش دير سلك الضباط المهندسين راه خصك تكون موجه نحو الأقسام التحضيرية للمدارس العليا مسلك MPSI، وما تكونش فايت 20 سنة في نهاية دجنبير من سنة الترشيح، وما تنزلش على مترو 70 بالنسبة للذكور ومترو 60 بالنسبة للإناث. التلقيح ضد فيروس كورونا راه ضروري منه. آخر أجل كان في السنة الماضية راه كان 21 مايو 2022. اما بالنسبه لسلك الاجازه في المدرسه الملكيه البحريه راه كيطلبوا فيها بكالوريا علوم رياضيه وعلوم فيزيائيه، مترو 65 بالنسبه للذكور ومترو 60 بالنسبه للاناث. ما تكونش فايت 20 سنه في نهايه دجنبير من سنه الترشيح. تلقيح ضد كورونا ضروري. 4 سنين ديال التكوين مورا الباك، 3 سنين الاولى كدير واحد الاجازه مهنيه في شي تخصص بحال الالكترونيك دو تيليكومونيكاسيون ولا تيرمي ولا سيستيم دو غادار سيستيم دارم الكتريسيتي. والمرحلة الثانية اللي فيها عام واحد مخصصة لتهيئ دبلوم الدراسات الجامعية والبحرية DEUN اللي كتعطيك الحق أنك تسمى في السوليوتنو. وبالنسبة لضباط الصف في القوات الملكية البحرية راه كيقبلوا فيها بكالوريا علمية كما كانت أو تقنية للسنتين الأخيرتين. التكوين كيكون فيها 3 سنين، سنة واحدة للتكوين العسكري وسنتان للتكوين في إحدى التخصصات التالية، إما الأفراد الملاحين ولا مشاة البحرية. بالنسبة للأفراد الملاحين كتكون مفتوحة بالنسبة للذكور والإناث، أما بالنسبة للمشاة البحرية فكتكون خاصة بالذكور. ما تكونش فايت 23 سنة في تاريخ المباراة وداير التلقيح ديال كورونا، وما تنزلش على مترو 70 بالنسبة للذكور ومترو 60 بالنسبة للإناث. آخر أجل في هذه المباراة للسنة الماضية راه كان 6 يونيو 2022. أما بالنسبة للدرك الملكي اللي الدور ديالو هو مراقبة حركة السير خارج المدن والتحقيق في الجرائم والإنقاذ ومراقبة القوات المسلحة الملكية المغربية، في المدرسة الملكية للدرك كتكون لنا التلاميذ الدركيين ذكور وإناث، وهاد الشعبة كتكون مفتوحة لجميع أنواع البكالوريا للسنتين الأخيرتين، التكوين فيها عامين. وبالنسبة للشروط ما خصكش تكون فايت 24 سنة على الأكثر إلى غاية فاتح شتنبر من سنة الترشيح، مترو 70 بالنسبة للذكور مترو و68 بالنسبة للإناث، وتكون التلقيح من طبيعة الحال ضد كورونا. اما بالنسبه للمعهد الملكي للشرطه اللي كاين في القنيطره راه فيه بزاف ديال المسالك، ولكن اللي كيهمنا حنا بالنسبه للبكالوريا هما حراس الامن. هاد حراس الامن اللي كيتكونوا 10 شهور من مورا الباك. غير بالنسبه للشروط ما خصكش تكون نازل على مترو 73 بالنسبه للذكور ومترو و67 بالنسبه للاناث، زائد انه خص تكون كتمتع بواحد القوه ديال البصر والقوه ديال السمع. هادشي من بين الشروط ديالهم. أما بالنسبة للمدرسة الوطنية للوقاية المدنية اللي كيتكونوا فيها ضباط الصف فهي كتكون خاصة بالذكور فقط، غير أنها كتكون مفتوحة لجميع أنواع البكالوريا. هنا بالنسبة للعمر ما خصكش تكون فيه 26 سنة، ولكن الشهادة ديال الباك بوحدها ما قضي لك والو، قال لك أسيدي خصك تزيد عليها رخصة السياقة من صنف باء أو جيم أو دال. أما بالنسبة لإدارة الجمارك والضرائب اللي هو جهاز شبه عسكري أمني وجبائي مكلف بحماية البلد من جرائم تهريب المخدرات والسلع والبضائع والأموال، فهما كيكونوا لنا في بن سليمان حراس الجمارك من الدرجة الثالثة. هذا هو اللي كيهمنا حنا بالنسبة للباك. البكالوريا حسب التخصصات المطلوبة تتغير حسب الحاجيات. غير في العمر ما خصكش تكون فايت 25 سنة في تاريخ المباراة. السنة الماضية كان آخر أجل هو 8 مارس 2023. وأخيرا المركز الوطني لتكوين أطر المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كيكونوا لنا مراقب مربي. هذا المراقب مربي كتقبل بشهادة البكالوريا أو شهادة التأهيل المهني ذكور وإناث. العمر خصو يكون بين 21 و 30 سنة. هذه بالنسبة للأغلبية ديال المباريات اللي شفنا كنلقاو بأن السن الأدنى كيكون هو 18 سنة، من 18 حتى 22 ولا من 18 حتى 23. وبالنسبة لهذه المباراة ديال إدارة السجون راه فيها 21 سنة على الأقل حتى 30 سنة. قدرة السمع خص تكون عندك جيدة، والقامة ما خصهاش تنزل على مترو 75 بالنسبة للذكور ومترو 65 بالنسبة للإناث، وكذلك التمتع بحدة البصر. مراقب مربي بالنسبة للإناث كنقبلوا فيه جميع الشعب، وبالنسبة للذكور كتقبل الشعب العلمية والشعب التقنية والشعب المهنية
ولا يكون عندك دبلوم ديال التأهيل المهني. المهم راه الدبلومات ديال التأهيل المهني راه بعض الخطرات كيفكوا الجرة. آخر أجل ديال هاد المباراة ديال السنة الماضية كان 21 يناير 2023. هاد المباراة ديال السنة الماضية راه يلاه دازت. إيوا أعزائي التلاميذ، راه إلا وصلتوا معايا حتى لهاد المرحلة في هاد الفيديو، هذا راه كيعني بأن راه عندكم الأهمية لهذا المجال العسكري والشبه العسكري. أنا غادي ننصحكم ببطاقة التعريف الوطنية، راه ضروري خصها تكون عندك، وشهادة تثبت تلقي جرعة كوفيد. راه الأغلبية كيطلبوا 3 ديال الجرعات، تكون عندك الشهادة ديال 3 ديال الجرعات، وكون صوبتي عنوان بريدي إلكتروني، وتمنوا بأن راك خدام. صيفط شي واحد يصيفط لك شي إيميل، صيفط لك شي إيميل، تواصل بالإيميل ديالك، شغلو خدمو. نسخ من عقود الازدياد، وجد شي نسخ، صور فوتوغرافية حتى هما، ما تبقاش تتزير بالامتحان ديال البكالوريا عاد تبدا تجري. وبيان نقط الدورة الأولى، دوز الإدارة ديالك وخذ بيان النقاط ديال هاد الدورة الأولى، خاصة هادو اللي كيقراو في الباك هاد العام. ومن بعد هاديك الساعة راه غادي نمشيو وحدة وحدة. المباراة اللي خرجات على بدا غادي نتواصلوا عليها، وغادي نزيدو ندققوا في المدارس، وندققوا في الظروف ديال المباريات والانتقاء وعتبات الانتقاء. دابا خدم، ولكن في نفس الوقت وجد هاد الوثائق هادو. كنظن بان وصلنا للنهايه ديال هذا الفيديو، وكنشكركم على المتابعه. وقولوا لي الا كان عندكم اهميه بشي مدرسه بغيتو تدقوا فيها، تواصلوا معايا، وراه ان شاء الله غادي يكونوا عروض اخرين اللي كل مدرسه بوحدها غادي ندقوا في الشروط ديالها والظروف ديالها والمباراه ديالها والتكوينات اللي فيها الى اخره. استودعكم الله.